عودة مشاهدينا إلى مواضيعنا. النسيم العليل، الماء البارد والطبيعة الساحرة، ثلاث مقومات اجتمعت في مكان واحد بمنطقة وادي البارد ببجاية وحولتها إلى جنة فوق سطح الأرض. تفاصيل أكثر مع صبرنا عقوب ونجمة بوكش. هي رائعة من روائع الطبيعة الربانية الساحرة، تقع بين سفوح جبال البابور الأشم وفي أقصى نقطة من الطريق المؤدية إلى المنحدرات الجنوبية. تبعد 50 كيلومترا من مدينة سطيف و16 كيلومترا من مدينة تيزن بشر. إنها شلالات وادي البارد الواقعة بإقليم بلدية وادي البارد بولاية بجاية. كما راكم تشوفوا راكم في بلاصه الله يبارك يعيطوا لها واد البارد، وبلاصه مليحه. راكم تشوفوا الماء ما تقدرش حتى تحط قرعه هكذا تخليه والله يدك تخليها. واي الله يحال الله يبارك لنا جنانات الواد الماء خير ربي لنا والله. غير الشعب برك مازال ما لقاش بلاصه كيما هذه. كلما اقتربنا من موقع الشلالات ازداد المكان متعة للعين، وحين نصل إليه نرى هيبة الخالق تتجلى في مجرى سريان الوادي عبر السفوح والصخور الملساء ليشكل لوحة طبيعية غاية في الجمال. هم زادوا الشعب تاع بلديه تاع واد البارد، شوفوا زادوا داروا لنا بلايص هكذا نقعدوا فيهم، كراسه، بلايص نظاف تاع لي بوبال، العائلات يجيو لهنا. بلاصه مليحه الله يبارك. هي وسمى واد البارد وانا في واد البارد. هي منطقة ساحرة مؤهلة لتكون قطبا سياحيا هاما، لكن سحرها لم يشفع لها لدى السلطات حيث تعاني الإهمال. فمتى يتم الالتفاتة لجواهرنا السياحية؟